السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض شوية كوسة كده، حاجة كده عظمة ملهمش حل. ني في ني للناس اللي بتعاني من الحموضة ومبتحبش الأكل المسبك، فالطريقة دي هتريحهم جدا في الأكل. وطبعا مش عايزة أقولك بقى على خضار الشتاء، أحلى خضار تكليف الشتاء، سواء كوسة فاصوليا أي كان، كله بيبقى في منتهى الجمال ومسكر جدا وطري وكله مية، ما بياخدش معاكي وقت كتير في السوا غير خضار الصيف تماما. انا استخدمت هنا كيلو من الكوسه، نضفته كويس جدا وقطعته وغسلته بالطريقه دي، ورفعت حله على النار ونزلت فيها بمعلقتين كبار من الزيت. ده تستخدمي اي ماده دهنيه بتفضليها. وهنزل فيها ببصله متقطعه قطع صغيره لحد ما تبدا تصفر معانا. واول ما تصفر هنزل عليها بعصير الطماطم المتصفي. ضربت الطماطم في الخلاط وصفيتها كويس جدا وركنتها على جنب. وبعد كده هنزل بمعلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من السكر عشان الحموضه، ومعلقه من الملح ومكعب مرق الدجاج. لو مش حابه مكعب مرق الدجاج تستغني عنه. وده شكل الكوسه بتاعتنا بعد ما قطعتها قطع صغيره. هنزل بيها اول ما الطماطم تاخد غلوتين كده، مش هسيبها تتسبك، تاخد بس غلوتين. هنزل بيها بالكوسه بتاعتنا وهقلب تقلبتين وهسيبها على النار تاخد غلوتين، وهوطي عليها لان الكوسه بطبعها بتكون طريه من جوه وبتاخدش معاكي سوا. اول ما تلاقيها بتغلي معاك وتبقبق كده شويه، غطي الحله ووطي عليها. وقت دوت هبدا اعمل الرز. هرفع حله على النار وهنزل فيها بمعلقتين كبار من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه البلدي، وحسب الماده الدهنيه اللي عندك استخدميها برضو. وهقلب كويس لحد الزيت والسمنه ما يسيحوا مع بعض، وهنزل عليهم بطبق الشعريه. انا هنا هستخدم كيلو ربع من الرز، هحط عليه طبق صغير من الشعريه واقلبهم كويس جدا لحد الشعريه ما تصفر. وبعد كده هنزل عليها بالرز بعد ما تغسليه وتصفيه كويس جدا من الميه. وبعد كده هنزل عليها بمعلقه كبيره من الملح حسب الرغبه، واقلبهم كويس جدا في بعض. وبعد كده هزودوا الميه بتاعتي. الميه على حسب مقدار الرز بتاخدي عندك ميه قد ايه. الميه عندي هنا دافيه، ولا هي سخنه ولا هي ساقعه، بتكون اسرع في السوى. وده شكل الرز بتاعنا بعد ما استوى. اول ما بدأ يغلي سبته لما اتشرب خالص، وبعد كده وطيت عليه لما وصل للشكل ده. رزاية مفلفلة ومش شاربة مية كتير، شكلها ما شاء الله بألف هنا وشفا. وبعد كده هبص على الكوسة، وده شكل الكوسة بتاعتنا بعد ما استوت. مش متسبكة بس كلها شاربة من بعضها، وتقيلة ازاي، مش خفيفة زي ما انت ما متخيلة انها مش متسبكة فتبقى عاملة زي المية. وده شكل الطبق بتاعنا بعد ما غرفناه. حاجة كده اللهم صل على سيدنا محمد تفتح النفس. غدوة بسيطة جدا في التكلفة، وبسيطة جدا في الوقت، وبسيطة جدا في الخطوات، بس غنية جدا بالفيتامينات ومن الخضروات المفيدة جدا للجسم لينا ولولادنا. حتى لو ما كنتش بتحبي الكوسة او ما جربتيش الطريقة دي قبل كده، فالكوسة لها طريقة كتيرة جدا غير ان احنا نعملها بالصلصة. يا ريت تكون الوصفة النهاردة عجبتكم، واتمنى ما تحرمنيش من دعوة حلوة. ولو كنت اول مرة تشوفيني يا ريت تفعلي الجرس وتشتركوا في القناة وما تحرمنيش من لايك.